بص بقى، لو انت نازل تشتري شاشة وحظك الحلو وقعك في الفيديو ده، فانت لقيت كنز. انا النهارده في خلال دقائق بسيطة او مدة عرض الفيديو هعرفك كل حاجة عن الشاشات، هخليك تقدر تتحكم في ميزانيتك وتقدر تشتري بأقل فلوس معاك اعلى شاشة ممكنة. كمان هخلي عندك معلومات اكتر من البياع اللي هيبيعها لك، وانت هتحكم من نفسك بعد الفيديو ده. عاوز بس افكرك، مفيش حاجه ببلاش. اعمل لايك للفيديو وما تنساش تعمل شير عشان اكتر عدد من الناس يستفيد بيه، وتابعني على كل وسائل التواصل الاجتماعي اللي نازله قدامك ديت دلوقتي. وما تنساش تدعمني بكومنت ان شاء الله لو دعوه حلوه، عشان خاطر اقدر اكمل معاك الفيديوهات بتاعتي. لما دورت على النت عن موضوع الشاشات، لقيت ان اغلب الناس بتميز الشاشات عن بعضها في مقارنات تقريبا كل الناس عارفاها. لما نلاقي المقارنه مثلا في المقاسات، فكلنا عارفين الشاشه ال 32 43 50 55 65، كل واحد فينا عارف هو محتاج شاشه قد ايه، وغالبا مقاسات الشاشات النهارده الاطفال بقوا عارفينها. زودت في البحث كمان وكمان، لقيت الناس بتتكلم عن انواع الشاشات من حيث ان هي شاشه عاديه ولا شاشه سمارت ولا شاشه اندرويد. ولما سالت ياسين ابني قلت له عن انواع الشاشات، قال لي شاشه عاديه وشاشه سمارت وشاشه اندرويد. اذا مش هو ده الحاجه الوحيده اللي نقدر نحكم بيها على انواع الشاشات. السؤال اللي بجد اللي انت بتقف قدام البياع بتبقى محتار فيه، الشاشه دي صورتها حلوه ولا الشاشه دي في شاشه صورتها احسن منها؟ عشان تقدر تحكم بنفسك على الموضوع في 3 حروف انجليزي او 4 حروف بكتير قوي بيبقوا موجودين على كل كرتونه تخص الشاشه، مكتوب عليهم LCD LED QLED. الكلام ده ما تستهترش بيه، هو ده موضوع الشاشه اصلا. خليك عارف ان الشاشة بتعتمد اعتماد كلي على اللوحة، البانل بتاع الشاشة، الاضاءة، الليدات، اللوند اللي بتبقى منورة في ورا الشاشة، هي دي اللي بتديك درجة الوضوح ودرجة النقاء للصورة. فعشان كده لازم نركز جدا مع العنصر الاساسي في تكوين الصورة. للسبب ده انا عملت الفيديو ده عشان اعرفكم انواع الشاشات من حيث نوع البانل الموجود جوه الشاشة. هو ده عنصر الافادة اللي هقدر افيدك بيه، واللي هيخليك فعلا تقدر تقرر وانت واقف قدام البياع هشتري شاشة شكلها ايه وبكام. اول نوع هنتكلم عنه من انواع البانل بتاع الشاشات هو البلازما. البلازما دي هنعتبرها الراعي الرئيسي لمسيره التطور في منظومه الشاشات بالكامله. من بعد ما كنا بنقول عليها تلفزيون بقينا نقول عليها شاشه، بسبب الشاشات البلازما. اول جيل ينزل من الشاشات السيكنس الرفيعه اللي كلنا كنا بنشوفها هو البلازما. والبلازما بتتميز ان هي موجوده عند عدد كبير جدا من الناس، لان هي دي كانت بدايه الشاشه السيكنس او الشاشه الصغيره اللي احنا بنشوفها دلوقتي اللي بقينا نقول عليها شاشه. الشاشه البلازما بتتميز بان نسبه التباين بتاعتها عاليه جدا، ودرجه وضوح اللون الاسود فيها بتكون ممتازه. الشاشه البلازما كمان بتتميز بدرجه عاليه من الاستجابه، وخصوصا وانت بتتفرج على فيلم اكشن او على ماتش كوره، وبينصح بيها في الالعاب الحديثه اللي بتحتاج تجميع سريع جدا للالوان. الشاشه البلازما هي احسن حاجه تشتغل عليها. الشاشه البلازما ما بننصحش باستخدامها في الاماكن اللي فيها اضاءه عاليه، لان نسبه السطوع فيها قليله. كمان هي بتستهلك معدل عالي من الطاقة مقارنة بأنواع التانية من الشاشات. نيجي بقى للنوع التاني من الشاشات، الشاشات ال LCD. الشاشات ال LCD دي مشهورة جدا في وسط الطبقات المتوسطة، الناس اللي بتبقى عايزة شاشة بميزانية قليلة وفي نفس الوقت تمتلك مقومات الصورة الجيدة أو الحد الأدنى من مقومات الصورة الجيدة. الشاشات ال LCD مصنعة بتقنية كهربائية بتخليها تستخدم معدل أقل من الطاقة مقارنة بكل أنواع الشاشات الأخرى. كمان عايزين نقول إن هي شغالة بنظام كهربائي اسمه الومضات. الومضات دي بتدي إضاءة قليلة مريحة للعين، يعني بنقول إن الشاشات ال LCD أقل ضرر من كل أنواع الشاشات على العين. نيجي بقى للنوع الثالث ال LED. ال LED التكنولوجيا العالية وليها جمهور كبير جدا من الناس بيحب الشاشة ال LED لما تتميز بيه من نقاء ووضوح في الألوان عالي. الشاشات ال LED بتتميز بوضوح ودقة ودرجة جودة عالية جدا من الألوان. زوايا الشاشة كمان جيدة جدا في الرؤية. كمان ليها إضاءة خلفية قوية جدا. معدل التباين بقى فيها رائع، والألوان قوية جدا جدا، وخصوصا اللون الأسود هنلاحظ إن له عمق كبير قوي جدا في الشاشات ال LED. عايزين نقول إن هي كمان بتتميز بزمن استجابة عالي جدا. عايزين بس نوضح معلومة زمن الاستجابة في الشاشات. زمن الاستجابة ما هي بتغير من لون للون، طبعا لما مشهد بيتغير في فيلم لون أحمر بيرجع يتغير يبقى لون أخضر، هو ده زمن الاستجابة. كل ما كان درجة التجميع دي أعلى، كل ما كان المشهد اللي أنت بتتفرج عليه أكثر واقعية بالنسبة لك. خلينا بقى نروح للنوع الجبار OLED او QLED، اللي الدايه المنفصله. الQLED حاجه والاوليد حاجه برضه عشان نبقى عارفين، بس هما فيهم شبه، هما الاثنين من بعض في حته ان البانل فيه
كل لدايه بتكون مستقله لوحدها، يعني كل لدايه مسؤوله عن قدر الالوان اللي هي بتطلعه، فبالتالي تجميع الالوان في التوتال عندنا بيكون حاجه فوق الخيال وفوق الوصف. الشاشه الكيوليد او الاوليد للناس اللي عندها الشاشات دي طبعا عارفه المعلومه اللي انا بقولها، اكثر واقعيه في اللي انت بتتفرج عليه بتكون في شاشات الاوليد والكيوليد، لان هي بتعمل بنظام ال 3 دي. النوعيات دي من الشاشات تكلفه انتاجها عاليه جدا، فبالتالي سعرها غالي جدا مقارنه باسعار الشاشات في السوق. والميزه الاساسيه في قوه الصوره اللي طالعه من الشاشه دي زي ما ذكرنا بتتميز في ان كل بيكسل فيها مسؤول عن كل الالوان اللي بيخرجها، فبالتالي كل بوينت صغيره طالعه من الصوره بتدي الالوان بدقه عاليه جدا، فبنحصل على ريزوليوشن جبار وحاجه يعني فوق الوصف في جوده الصوره. الشاشه دي بقى كمان بتتميز عن بقيه الشاشات ان هي الشاشه الوحيده اللي نقدر نقول ان السكنس بتاعها ممكن بيوصل في بعض الاحيان ان هو يكون سمك الورقه، بل وفي انواع منها بتطبق. الشاشات الاو ال اي دي في منها انواع شاشات بتطبق. وطبعا بقى مش هنتكلم على ان الاستجابه بتاعتها سريعه جدا، بل وكمان بقى مفيش حاجه فيها اسمها تشويش في الصوره او ضبابيه، الحاجات الفوكس اللي احنا بنشوفها في الشاشات التانيه ديت، او الريزوليوشن يكون قليل بتاع الصوره، او الالوان زي ما بيقولوا كده بتبكسل. مفيش الكلام ده خالص في الشاشات اللي هو ال اي دي. كده انا خلصت الفيديو بتاع النهارده، ووضحت لك انواع الشاشات كلها والفروق ما بينهم. وخد بالك اللي انا قلته لك ده هي دي الفروق الجوهريه اللي ما بين الشاشات وبعضها. الفيديو ده ان شاء الله هيكون فادك بمعلومه، وانت وعدتني ان لو انت استفدت بمعلومه هتدوس لايك للفيديو دوت وهتشير الفيديو عشان اكبر عدد من الناس يشوف الفيديو دوت ويستفيد بمحتواه. وكمان ما تنساش تعمل لي اشتراك في كل وسائل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي ديت عشان اكون سعيد جدا من الناس دي كلها تكون معايا، واقدر افيدكم بقدر هائل من المعلومات ان شاء الله. وباذن الله انتظروني في فيديوهات جديده باذن الله.